الاخر عاد كتجي كتفكر عندك الباك خصك تبريباريلو البريباراسيون ديال الباك والبريباراسيون ديال لي كونكور، حيت هادو ريد فلاغ وهادو راه فريمون غيأثروا عليكم في الاخر. اليوم غنشارك معكم 8 ديال النصائح اللي غيعاونوكم بزاف في الباك، نصائح واقعيه ما فيهاش قوه الذواق. انا درت بهم ولحد الان مازال كندير بهم وكنشوف غير النتائج مزيانه. بلا ما نطول عليكم لا فيديو يلا نبداو. قبل ما نبداو القرايه والبريباراسيون ديال الباك خصك ديجا تكون محدد واحد الهدف باغي توصل له، يعني مثلا محدد واحد النقطه باغي توصل لها ياك، وخصك عاوتاني تحدد الخطه ولا كيفاش باغي انت توصل لهذا الهدف هذا، بحيث ما يمكنش تبدا الخدمه على واحد الهدف ولا شي حاجه باغي توصل لها في الحياه هذه وانت ما عندكش واحد الخطه باش تكون عندك رؤيه واضحه على شنو خاصك دير وفين تركز المجهودات ديالك والطاقه ديالك باش توصل لهذا الهدف اللي انت حددتيه. يعني انت كتخدم وعارف فين باغي توصل. البريباراسيون ديال الباك راه كتبدا في شهر 9، ماشي حتى كتبقى 3 شهور ولا شهرين ولا شهر ولا سيمانه عاد كتفكر عندك الباك خصك تبريباريلو. انا هاد البروده هادي زعما ما عرفتش الناس منين كيجيبوها، ما فهمتش. والله ما فهمت، الناس من الاول العام وهي كتقاتل مع التمارين مع الدروس او مستريسيا معصبه، كارهه الوضعيه، وانت حتى الاخر عاد كتجي كتفكر عندك الباك خصك تبريباريلو. هي نورمالمون تقدر تبريباري زعما في ديك 3 شهور ولا شهرين، ولكن كتبقى على حسب كل واحد، فهمتي، على حسب كل واحد والظروف ديالو. كاين اللي كيكون في الاول العام زعما تقريبا مريض، كاين اللي كيمرضوا شي مرضات خايبين صراحه، الله يحفظ كل واحد وما كيقدوش يقراو، فهمتي. صافي حتى كتبقى ديك 3 شهور شهرين عاد صافي كيرجع فيهم الجهد باش ينوضوا يبريباريو، هذاك زعما عندهم عذر. ولكن انت زعما ما عندك لا ظروف لا حتى شي حاجه، يعني الامور كامله يعني مزيانه وكتقرر انك تبريباري حتى لديك الوقيته الاخيره، ما فهمتش. خصك تعرف ان البروغرام ديال الباك راه شارجي بزاف، يعني خص بزاف ديال الوقت باش تضبطو وتساليه وتخدم داكشي مزيان. كل ما بديتي بكري كل ما خدمتي على خاطرك وخدمتي فواحد الجو اللي ما فيهش ستريس والضغط بزاف، وكدير اخطاء وكتلقى الحل ديالهم بكري باش ما ياثروكش على شنو جاي من بعد. عكس الا بديتي معطل راه كتعيش فواحد الجو اللي عامل ستريس وضغط وواحد الروينه. راه انا صراحه القرار انني نخدم مرتاح، ما نخدمش انا في هذا الضغط وهذيك الروينه، بحيث اكيد يعني النتائج غيكونوا ماشي كما بغيت انا، فهمتي. يعني بنادم القرار كيكون عنده في الاول. خاصك تكون منظم في الوقت ديالك، فتنظيم الوقت كيعطيك واحد الرؤيه واضحه على شنو خاصك دير في النهار ديالك وفين تركز الطاقه والمجهودات ديالك، وكتفادى الاوفر ثينكين ولا التفكير بزاف، وكتقلل شويه من الستريس وشويه من الضغط. عكس الا كنتي عشوائي في الخدمه ديالك في النهار ديالك ولا كتعيش في واحد الفوضى واحد العشوائيه واحد الروينه، كتبقى تعيش في واحد الدائره دائما ديال شنو خصني ندير باش نبدا، آه ستريس الضغط. فملي كتشوف راسك في هذه الوضعيه هذه ولا هذه الحاله الحرجه كتقرر انك تهرب من الامور وما تواجههاش، فبالتالي كتبقى تماطل كل نهار، كتبقى تاجل الخدمه ديال اليوم لغدا وعاوتاني غدا كتاجلها بعد غدا وانت غادي كتبقى تماطل حتى صافي كتوصل ان دازت 3 شهور دازت شهرين دازت واحد المده اللي كبيره اللي كان فيها تقدر دير بزاف ديال الامور. ضروري ثم ضروري تعطي الراحه راسك من القرايه، تخص واحد الوقيته اللي ترتاح فيها ودير شي حاجه من غير القرايه باش تبدل الروتين وتفاد انك تحط في واحد الحاله ديال صافي انك استهلكت، بقيتي عاطيها الخدمه 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 وما كانتش بيناتهم الراحه باش تجدد الطاقه ديالك. بنادم خصو يتفادى يوصل لهاد الحاله الحرجه هذه. بنادم يرتاح ويوازن بين القرايه والراحه. كيفاش وفوقاش كتبقى على حسبك نتايا، انت وكيفاش منظم الوقت ديالك، انت واللايف ستايل ديالك، انت ولي زاكتيفيتي اللي كدير، يعني كتبقى على حسابك انت. زائد واحد الحاجه، داك الشعور اللي كيجيك ديال تانيب الضمير وانت كترتاح ما تديهاش فيه. زعما مثلا انت كتكون كترتاح وكيجيك واحد الشعور زعما انك ما كتقراش. بنادم زعما ماشي بالضروره تيكون كيقرا عاد كيتسمى كيدير شي حاجه. بنادم يقرا ياك ومن يجي يرتاح ينسى داك القرايه ولا شي حاجه، يركز يتكونسونطر على الراحه ديالو، فهمتي. باش عاوتاني ملي يبدا يقرا عاوتاني ولا خدمه صافي يبدا يعني فريش. وعاوتاني تفاداو السهر، راه الباك كيبغي الخدمه ولكن ماشي حتى لديك الدرجه انك تبقى سهران مع القرايه حتى الوحده ولا الجوج ولا ثلاثه تقدر دير نوي بلونش. راه هادشي راه غير دفيش وصافي وكيزيد غير يرهقك نفسيا وجسديا. الا كنتي كترتاح انك زعما في القرايه في الليل تبقى سهران مع القرايه، راك كتهلك غير صحتك من الداخل وصافي.
كتزيد غير ترهق راسك. وانا صراحه زعما ملي كنت في الباك ما عمرني ما سهرت، حيت كنشوف انه ما كيحتاجش السهير. الماكس صافي تود العشاء كنمشي الناس نصليها ونمشي الناس، يعني ماشي نبقى انا مع القرايه معاها، حيت كنقول زعما كاع هاد القرايه شنو تكون كاع زعما واش نبقى نسهر معاها. النعاس اهم حاجه. بريباراسيون ديال الباك والبريباراسيون ديال لي كونكور، كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا مازالين كيقراو في الباك وفي نفس الوقت كيبريباراو لي كونكور. انا في الاول هادشي زعما كاع ما صحاب لي كاين، حتى من بعد اكتشفت ان كاين ناس اللي كيديروا بحال هكذا. اللي غنقول ان هو البريباراسيون ديال لي كونكور راه عندها وقيته خاصه بها، ما خصك تسبق الاحداث. وإلا بغيتي ديرها اون باراليل مع البريباراسيون ديال الباك راه غتزيد على راسك الخدمه والضغط وتشويش على التركيز ديالك اللي خصو يكون مركز على واحد الحاجه ديك الساعه اللي هي انه يخدم باش يجيب نقطه مزيانه في الباك. صافي يخدم مزيان في الباك، هذاك الشيء اللي خصو يركز عليه. حيت البريباراسيون ديال لي كونكور راه النسبه الكبيره منها داكشي اللي قريتيه في الباك، سواء في المات في الفيزيك الشيمي الاس في تي. يعني خصك ديجا تكون ساليتي الباك، ماشي وانت مازال كتقرا في الباك. ما تحشمش تسول ولا تطلب المساعده من شي استاذ. شو كنقصد؟ ما فهمتي شي حاجه في الدرس ديالك سول عليها، ما تخليهاش تراكم عليك، اما في ديك الحصه ولا مثلا الحصه الجايه، المهم انت تعرف فوقاش، المهم ما تخليهاش تراكم عليك. حصلتي في شي تمرين ولا درتي واحد التمرين، خدمتي واحد التمرين بغيتي تعرف داكشي اللي درتيه واش صحيح ولا لا، ديه الاستاذ ديالك. درتي دي ريزومي بغيتي تعرف واش مزيانين وفيهم داكشي كامل اللي غتحتاج، ديهم الاستاذ ديالك. ولكن كيبقى على حسب الكاركتر ديال كل استاذ. كاين اللي كتشوفوه معصب، كاين اللي كتشوفوه ما كيعطيش الخاطر للتلاميذ ملي كيجيو يسولوه، كاين اللي ما كيعجبوش زعما بقاو التلاميذ بقاو يسولوه بزاف، كاين اللي كتشوفوه ما عنده خاطر. هادوك غير بعدو منهم، اما غيحشموكم ولا ما يعطيكمش الوقت. كاين شي وحدين كيقول لكم زعما الا احتاجتو شي حاجه راه حنا هنايا، غير اجيو زعما طلبوا المساعده اللي بغيتو وسولوا على اي حاجه بغيتوها. فهمتي؟ هادوك غير زعما سيروا عندهم بلا ما تبقاو ترددوا. دابا نهضروا على العلاقات اللي كيكونوا في الباك. الا كان عندك شي صاحبك ولا شي صاحبتك كيلهيكم على القرايه ولا كيبغيكم تبقاو عاد غير الضحك واللعب، بعدوا منهم ولا حاولوا تجنبوهم قدر المستطاع، حيت هادو ريد فلاغ وهادو راه فريمون غيأثروا عليكم في الاخر. حيت في الاخر راه ما كينفعك لا صاحبك ولا صاحبتك، راه غير ديك الكرتونه اللي كتاخد ديال الباك وصافي، هذيك اللي كتبقى معاك. اما صاحبك ولا صاحبتك راه تقريبا لا ماجوريتي ديال العلاقات اللي كديروا في الباك كيكونوا غير مؤقتين وصافي. حيت كنشوف ان الا كان هذاك فريمون صاحبك راه ما غيلاهيكش على حاجه اللي عندك مهمه داك العام، وانما غيقول لك هذا العام خصنا نجمعوا راسنا وخصنا نخدموا، وماشي زعما مابقاوش عاطيين نلعبوا الضحك، نضحكوا ونلعبوا ونشطوا، وكذلك ما ننساوش القرايه اللي عندنا مهمه. ماشي حنا صافي نبقاو ماشيين غير في واحد الطريق ونساو الطريق الثانيه. فهمتي؟ شويه من هنا شويه من هنا. وكذلك بعدو على دوك العلاقات اللي كيكون زعما بين بنت ودري زعما ولا تصاحب، القيمه ديالك كبنت ولا دري كتنزل بزاف، وكذلك حتى النيفو ديالك ديال القرايه. بحيث شي وحدين كانوا معنا في الباك كيكونوا في الاول ديال العام مزيانين، في الوسط العام كيخدموا مزيان، يعني ترانكيل كيخدموا مزيان، هما هادوك في وسط العام كيقرروا زعما يتصاحبوا. النيفو ديال في القرايه كينزل، يبعدوا من دوك العلاقات راهم غير مؤقتين وغير تفيش لايك. شنو كتستافدوا منهم؟ انا ما كنعرف شنو كيدوز فيهم بالضبط، ولكن حاجه اللي كنعرف انها كتاثر لكم على الخدمه ديالكم في الباك وصافي، هادشي اللي كنعرف. ما تنافس حد وما تقارنش راسك مع شي واحد اخر. هاد المنافسات وهاد المقارنات راه غير تفيش، راه كيزيدوا لكم غير الضغط النفسي، وكيقدروا يتطوروا من بعد الكراهيه الحقد الحسد الغيره اللي نورمالمون ما خصناش نلوثوا بهم القلوب ديالنا. بنادم في الباك يديها في راسو، يحط واحد الهدف اللي يخدم عليه، وما يهموش الخدمه اللي كيدير واحد الشخص والنتائج ديالها، وانما الخدمه اللي كدير انت والنتائج ديالها. والشخص الوحيد اللي خصك تقارن راسك به هو انت، كيفاش كنتي قبل، ماشي زعما شي واحد اخر. اي خطوه كتخطوها امن ان الله راه معاك، اي يسهل لك ويسر لك الامور. شي حاجه غتعديك يحيدك من الطريق، شي حاجه غتعاونك تزيد بك لقدام غيخليها. وكذلك ما تنساش تامن براسك وبالقدرات ديالك، وحدد واحد الهدف وخدم عليه، وثق في راسك بعدا اول حاجه انك غتوصل له. حيت ما يمكنش توصل لواحد الحاجه وانت ما تايقش في راسك انك غتوصل له، ولا ما متخيلش انك غتوصل له. فهمتي؟ اي صافي زعما هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. شنو غنقول لكم دابا؟ بسلامه ونتلاقاو في فيديو جديد. الا عندكم باغيين شي حاجه مثلا ندير عليها شي فيديو، كتبوها لي في الكومونتير.